رفض نرجسي الجزء التاني. في نوع من الرجالة مش بيحب الست، بيحب نفسه، وبيحب الإحساس اللي بياخده لما يشوفها مكسورة علشانه. النرجسي ده مش شريك، ده مشروع انهيار ماشي على رجلين، يديكي اهتمام يوم ويدوس على قلبك باقي الشهر. ده الراجل اللي أول ما يتقرب تصدقي إن الدنيا جميلة، وبعد يومين يهدم كل حاجة قالها بإيده، وانت اللي تفضلي تايهة بين الحنان اللي اداهولك والوجع اللي سابهولك. النرجسي بيحب يلعب بين انه يديكي امل ويسحب الامل فجأة، علشان تفضلي متعلقة ومش فاهمة نفسك، وتسألي يمكن انا السبب، يمكن قصرت، يمكن انا اللي لازم اتغير. بس الحقيقة انك مش السبب ولا قصرتي ولا كان في ايدك حاجة تعمليها، لان اللي قدامك مش راجل بيتغير بالحب، ده شخص ما يعرفش غير الاهتمام اللي يخدم غروره بس. النرجسي ما بيتعالجش بالعطاء ولا الصبر ولا الدلع ولا الوفاء، لان مشكلته مش معاكي، مشكلته مع نفسه، نفسه اللي مليانة نقص وغرور ووجع قديم محدش دواه. النرجسي مش بيعرف يقول آسف، لان الاعتذار عنده هزيمة، وهو مش مستعد يكون مهزوم، حتى لو خسرك، حتى لو كسرك، حتى لو دمرك نفسيا. النرجسي يغلط في حقك ويخليكي تشك في نفسك، يزعلك ويخليكي تقولي يمكن انا حساسة بزيادة، يمكن انا فعلا ببالغ، يمكن انا فعلا استاهل اللي بيعمله معايا، وتفضل الاسئلة تاكل عقلك وهو كده مرتاح. ده مش حب، ده استنزاف من نوع راقي، استنزاف يخليكي تموتي من جوه وانت لسه واقفة. النرجسي لما يلاقيك قوية يدوس على قلبك، ولما يلاقيكي ضعيفة يستغل ضعفك، ولما يلاقيكي بتحبيه يستخدم الحب ده لصالحه، وسيلة يضغط طول الوقت عليكي بيها. النرجسي شخص مؤذي ومدمر نفسيا، طول ما انت معاه اعرفي ازاي تتعاملي بذكاء.